رد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي على تألق ثنائية أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي في كل مباراة، وآخرها التي انتصر فيها الفريق ب3 أهداف دون رد على مونبلييه أمس الجمعة. وتحدث إنريكي في تصريح لصحيفة لو باريزيان الفرنسية عن تألق ثنائية حكيمي وديمبلي قائلا: تعليماتي للثنائي لا تختلف عن باقي اللاعبين، حيث الركض في جميع الاتجاهات واستغلال المساحات، فالإمكانيات الهجومية لهما لا تقبل الشك، وهما ينسجمان بشكل مميز يوما بعد يوم. ويقدم المغربي تحت قيادة إنريكي عروضا قوية مع مطلع الموسم الحالي، فارضا على المتابعين والمنافسين الإشادة بمستوياته الكبيرة، مع الثناء على الرسم التكتيكي للمدرب الإسباني الذي أطلق العنان لمؤهلات وموهبة حكيمي. وتمكن باريس سان جيرمان من الانتصار على مونبلييه ب3 أهداف دون رد من توقيع كل من كانغ إنلي إميري وفيتينيا لحساب الجولة 11 من الدور الفرنسي. تحدث الدولي المغربي إسماعيل الصيباري لاعب آيندهوفن الهولندي عن حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة هيراكليس الميلو في الجولة 11 من الدوري الهولندي. وخاض الصيباري في المباراة كبديل خلال الدقيقة 46 قبل أن يتعرض لإصابة بدت قوية ويغادر اللقاء بعد 9 دقائق فقط من مشاركته في المباراة التي حسمها فريقه بسداسية نظيفة. وأصر اللاعب المغربي على نشر صورته بعد المباراة في ستوري عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، حيث ظهر وهو يعاني من تورم في جفن عينه الأيمن معلقا: أنا بخير الحمد لله. وقام الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي اتصالات مع الصيباري للاطمئنان على حالته الصحية، وتأكد من أنه لا يعاني من أي إصابة، وأن استبداله كان بمثابة إجراء احترازي من الجهاز الفني لفريقه. ومن المرجح أن يكون الصيباري ضمن قائمة المغرب خلال المعسكر المقبل، والذي يخوض خلاله الأسود مباراتين أمام إريتريا وتنزانيا بتصفيات كأس العالم 2026. تلجأ الأندية الأوروبية التي تضم في صفوفها لاعبين أفارقة إلى عرقلة انضمامهم إلى منتخبات بلدانهم في الوقت المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما تلجأ إلى طرق ملتوية لمنعهم من المشاركة في كأس أفريقيا في كل نسخة. يعاني لاعبو المنتخب المغربي كذلك من ضغوط من قبل أنديتهم الأوروبية، إذ تسعى للاحتفاظ بهم بدعوى الحاجة الماسة إلى خدماتهم في فترة حساسة من الموسم. ويسعى وليد الركراكي التواصل مع مدربي بعض الأندية الأوروبية في الأيام القليلة القادمة من أجل تسهيل التحاق اللاعبين باكرا بالمعسكر التدريبي الذي سيخوضه المنتخب قبل التوجه إلى ساحل العاج للمشاركة في كأس أفريقيا، وفق ما نقل موقع العربي الجديد. وأوضح المصدر نفسه أن الركراكي لديه علاقة جيدة مع عدد من مدربي الأندية الأوروبية التي يلعب في صفوفها المحترفون المغاربة. وسجل المصدر نفسه أن الأندية ومسؤوليها ملزمون باحترام اللاعبين الأفارقة والعرب وعدم وضع العراقيل أمامهم لمنعهم من الانضمام إلى منتخبات بلدانهم، خصوصا أن البطولة تقام برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم. كشفت مجلة فرانس فوتبول اليوم السبت عن تفاصيل التصويت الخاص بجائزة ليف ياشين الممنوحة لأفضل حارس مرمى في الموسم المنتهي، عندما أوردت اختيارات الدول المعتمدة للمشاركة في هذا الاستفتاء. وكان ياسين بونو قد حل في المركز الثالث بمجموع 154 نقطة، فيما توج بالجائزة الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي حصل على 290 نقطة، فيما جاء الحارس البرازيلي إيدرسون ثانيا بمجموع نقطة 197. وهذه هي الدول 15 التي صوتت لفائدة ياسين بونو بوضعه في الصف الأول: المغرب، جنوب إفريقيا، السعودية، كوت ديفوار، اسكتلندا، فرنسا، هندوراس، العراق، إيسلندا، اليابان، قطر، سويسرا، تونس، أوكرانيا وزامبيا. وكان اسم ياسين بونو قد ورد في المركز الثاني ب20 تصويتا، فيما ورد اسمه ثالثا ب14 تصويتا. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.